السلام عليكم، معاكم مهندس احمد صلاح مشاتل الخليج. انا النهارده جاي اكلمكم من النوبريه. احنا هنا بنزرع نخل برحي انسجه. كنا زرعنا هنا عند الباشمهندس السنه اللي فاتت نخل برحي انسجه، والحمد لله رب العالمين بعد التجربه كلمنا السنه دي عايز ياخد دفعه تاني في النخل، والحمد لله رب العالمين اهو ابتدينا الشغل فيها لغايه لما هنخلص له الارض كلها ان شاء الله باذن الله على مراحل. المناسبه دي برضو حابب اتكلم معاكم عن اهم 3 مشاكل بتواجه اللي بيزرعوا نخل، خاصه كمان زراعه الانسجه بصفه خاصه. اول مشكله هي الخطا في المستوى، يعني الزراعه سواء الزراعه العاليه او الزراعه المنخفضه. يعني انا لو مسكت نخله ورحت جيت ابص على نقول الصلايه بتاعتها او البصله بتاعتها، مستوى ما يبقاش عالي قوي ولا يبقى والجدر متهوي ولا يبقى واطي قوي لدرجه ان انا ممكن ادفن الصلايه نفسها وتيجي الميه عليها تعمل لي اعفان لا قدر الله. تاني مشكله هي كثره الري او نقصه. نقص الري يبقى معنى كده النخله مش لاقيه الاحتياجات المائيه بتاعتها. طيب وكثرتها لا قدر الله، كثرتها ساعات كتيره بتسبب اعفان برضو، والاعفان طبعا هتوقف النخله وممكن لا قدر الله نخاطر بالنخله ذات نفسها. ويمكن من الحاجات اللي بنشوفها ان احنا نبص في التربه نروح نلاقي في خضار على التربه على وش التربه، معنى كده ان هي ما شاء الله معدلات الرويه فيها عاليه قوي. ثالث مشكله هي التسميد الغير مناسب، او ان انا يبقى عندي سواء في نقص في العناصر الغذائيه اللي النخله محتاجاها علشان تكون خلايا جديده وتكبر، او ان انا يبقى عندي زياده، لان الزياده دي بنعتبرها زيها زي الاملاح وبتحرق الجذور وبنلاقيها حرقت اطراف الاوراق الخارجيه، وبناء عليه برضو انت بتديها عناصر زياده تكلفه عاليه عليك، وفي نفس الوقت هي مش بتاخد احتياجاتها بشكل مناسب وبنظام مناسب يناسب احتياجاتها على طول. فزي ما قلنا اهم حاجات مستوى الزراعه، الري، التسميد، لازم نخلي بالنا كويس قوي. المهم انا مش حابب اطول عليكم اكتر من كده، واتمنى اكون افدتكم. لو في عندكم بقى اي استفسارات كلمونا او ابعتوا لنا على الصفحه او على الواتساب، وان شاء الله نكون في خدمتكم. يلا اي خدمات، السلام عليكم.